وخلاص والاب اللي ورثها على ابوه وشقته اللي في مصر، غير كده ما عندوش اي حاجه. قعد 10 سنين في مجلس الشعب لا اتحصل. اخواتي دول كلهم لم يتحصلوا من اي حد انتفاضي. ما شغلناش ولا وزير ولا بنت ولا ليه بقى؟ ولا بنت. ليه ما شغلش؟ يقول القرايب كان في ناس يعني تجيله على وظيفه يقول الغلبان اللي يستحقها، اللي مش متجوز، اللي مش لاقي شغل. يعني مثلا يقول لو ابني مثلا يعني بيشتغل في شغله وعايزاه يروح شغله ثانيه، يقول لي ما ولدك مثلا يعني اولويات، يعني بيلاقي شغل ياكل منها عيش. لا انا اشغل اللي مش لاقي شغل خالص وقاعد ما بيشتغلش. هو ده هدف، ان هو يشغل اللي قاعد. طب الناس اللي بتقعد تقول عليها حاجات زي اصول وعربيات وحاجات زي كده دول برضه كلامه ده يا عم يعجب هو انا مش عايز اقول اسماء ناس بس يعني. لا انا ما اقولش لا. انا بقول الناس كلها زعلانه منه علشان كلامه غير حقيقي. وعيب كده. اللي عايز تنتقد حد انتقده، انما انك تقول حاجات ما حصلتش هي دي اللي ممكن لا اللي حصل ده احنا عارفين ان ده كله كاذب. ليه على قنوات كتير. وبعدين عشان كده بقى الحمله حتى ما بتردش عليه. يعني عايز تدعم مرشحك ادعمه، مش لازم يعني تشوه صوره المرشح. ما تعرف احنا سلو بلدنا في التشويه. ما فيش على راسه بط. ده راجل اي مخلوق كان في الجمهوريه ما فيش على راسه بط.